بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان هذه الحلقة: جناية التقسيم الثلاثي على المؤرخين. بصراحة أنا لن أمل من الحديث عن هذه المأساة. طيب، ما هي جنايته على المؤرخين؟ أن كل مؤرخ من عشاق هذا التقسيم نظر إلى عصره فقط وتوهم أنه أستاذ فيه، وأنا في تقديري أن الأستاذية هي التلمذة الحقيقية. نحن جميعا في العلم تلاميذ، ونحن في السفح. هذه حقيقة مؤكدة فلنعترف بها. ونتج عن هذا استقطاع التاريخ وتصور امتلاكه وإبعاده عن مساره الأصلي. هذه كارثة. كيف نفهم التاريخ؟ أنا لا أعطي دروسا لأحد، أنا أقول دائما نتعلم من الجميع. كيف نفهم التاريخ؟ نفهمه بسياقه المستمر، بأنه نهر متدفق. استقطاع النهر وتصور امتلاكه أكذوبة كبرى. وإلى الآن هناك ثغرات لا تزال open end، نهاية مفتوحة. فبالتالي من توهم أنه يملك العصور الوسطى، وهذه نكتة سخيفة لا معنى لها، لم ينظر إلى ما قبل وما بعد، وتصور أنه صار أستاذا في هذه المرحلة. كلام غريب وغير منطقي ومرفين، سهل أن يخدع صاحبه. ويتم الحديث عن بدايات عصر ونهاية عصر. هذه مهزلة. أية بداية وأية نهاية؟ بداية التاريخ منذ أن وجد الإنسان على هذا الكوكب، ونهاية التاريخ عندما تنتهي رحلة الحياة بيوم القيامة. أما تصور أنك أستاذ في 10 قرون، هذه مهزلة. وتجد في أحد الأقسام غرف، تجد غرفا: غرفة التاريخ القديم، أي ممنوع الاقتراب والتصوير. فمن هو خارج تخصص التاريخ القديم الموهوم، أنت زائر، just visitor my dear، أنت مجرد زائر يا عزيزي. وغرفة التاريخ الإسلامي، وطبعا قلت من قبل يقول تاريخ المسلمين ليس تاريخ إسلامي، ليس تاريخا إسلاميا. وغرفة العصور الوسطى، المهزلة الكبرى. ثم غرفة التاريخ الحديث. إلى هذا الحد السجناء يعشقون الزنازين. ما هذا؟ ما الحل؟ الحل أن هذه الحوائط الوهمية تلغى. واللوائح، هل اللوائح نصوصا مقدسة؟ تلغى. ماجستير في التاريخ فقط. وإن شئت الحقيقة التاريخ المعاصر. من يدرس ما يسمى علم الإيجيبتولوجي تاريخ معاصر. من يدرس كافة المراحل اللي موهومة بأنها عصور وسطى تاريخ معاصر. ونأتي إلى مهزلة التاريخ الحديث. طبعا مع تقديري، البعض يقول كيف هذا وهذا تخصص جميل. الغرب يوهمنا أنه هو الذي يحدد متى يبدأ التاريخ الحديث، ويرى البعض أن يبدأ مع 1492 وخروج 1492 خروج المسلمين من الأندلس أو اكتشاف أمريكا، أي أن كوارثنا يبدأهم التاريخ بها. وطبعا نحن ارتكبنا أخطاء، هذه حقيقة، ليس نوع من جلد الذات، حقيقة. لم نكن جديرين بالاستمرار في الناس بسبب صراعاتنا مع بعضنا البعض. أما اكتشاف أمريكا فهذه مهزلة، لأن المسلمين اكتشفوا أمريكا قبل هذا. وتحدثت عن هذا الأمر في عدة حلقات، ولكن الغرب لا يعترف لك.
الغرب يريدك أن تقول يسير في كل الأشياء، فيقول أن الحداثة بدأت من عنده. كلام غريب للغاية. كل التاريخ معاصر من البدايات الباكرة إلى ما شاء الله، وكأن الغرب يقول لنا أنا الذي أحدد العصور، ونحن ما شاء الله قابلية للاستعمار التي كشفها بوضوح فيلسوف الجزائري مالك بن نبي. لا يوجد شيء اسمه تاريخ حديث، هذا وهم. وحتى جدلا لو افترضت هناك تاريخ حديث لن تفهمه إلا من قبل ذلك. والعجيب أن البعض يتصور أن الحداثة هي قمة تجربة الإنسان التاريخي. من قال هذا الكلام؟ الآن ما تشاهده الآن حداثة، ده بربرية كاملة، والقانون الدولي تحت الحذاء، ونتوهم أننا في عصر حديث. أي عصر حديث؟ ولا شيء. هذه شعارات وجذور، ولا رقيب ولا حسيب. عصر البلطجة. ثم من يقول العصر الرقمي؟ نحن أسر الباسورد. العالم كله أصبح أسيرا للباسورد الديجيتال، وطالما في ديجيتال لا، كل شيء مراقب، وبعد هذا يتم التشدق بحرية الإنسان. لا توجد حرية. دخلنا في المصيدة الإلكترونية. البعض يقول أنت تتحدث عن شكل. نعم، ولكن هناك ثمن، والثمن فادح وباهظ. فبصراحة التقسيم الثلاثي جنى على المؤرخين. وأنا في تقدير المتواضع أن الأدباء الذين يكتبون التاريخ أجد في كتاباتهم متعة أكثر من الأكاديميين الذين يسجنون أنفسهم في سجن التخصص عندما يكتبون برؤية أدبية شمولية، فيتجاوزوا الكتابة الأكاديمية. هذه نقطة مهمة. ونحن بصراحة معشر الأكاديميين تصورنا أن المؤرخ هو الأكاديمي الحاصل على درجة. من قال هذا الكلام؟ فليكتب كل التاريخ كما يشاء، ثم نغربل ونكتشف. سميحة أيوب كتبت تاريخها بقلمها. هذه سيدة عظيمة تكتب تاريخها بقلمها حتى لا يكتبه الآخرون ويزوروا فيه. يوسف شاهين مؤرخ بالكاميرا. والزميل العزيز الأستاذ الدكتور أحمد زكريا أعد بحثا أثبت فيه أن نجيب محفوظ مؤرخ. هذا كلام مهم. سمن عركاشة مؤرخ خلال كتابة السيناريو بالمسلسلات. كفانا الأبراج العاجية التي أوردتنا موارد صعبة للغاية. شكرا جزيلا.